هنا اي صينية فرن، صينية مستطيلة او مدورة زي ما تحبي. 3 حبات من البصل مقطعاهم جوليان بالشكل ده، والتقطيعة طبعا خشنة او ناعمة زي ما تحبي. يفضل طبعا تقطيعة البصل تكون خشنة شوية زي ما احنا شايفين، وكمياته زوديها او قلليها زي ما تحبي. ممكن نص كيلو بصل او 3-4 بصلات مفيش مشكلة. 3 حبات من الطماطم مقطعاهم تقطيعة السلطة، وزعهم كده بالمعلقة على كل الصينية بشكل متساوي. وهنجهز التتبيلة الحلوة. عندي 3 معالق من دقة الثوم اللي كنا عاملينها، هسيبلك اللينك بتاعها. فيها الثوم والخل والليمون وكمان الملح والكمون. عليها نص كوباية من الزيت، حوالي 6 معالق، ممكن تزوديه او تقلليه حسب رغبتك. نص معلقة كزبرة على كمون. هننزل عليها نص كوباية من الخل او ربع كوباية، وهقلبهم كويس قوي. اخلي الميكس ده كله يختلط مع بعض. هنيجي بقى لخطوة السردين بتاعنا. جبت عندي كيلو واحد من السردين، نضفته كويس قوي، شلت منه البطن وبيكون فيها تجمعات كده لازم تتشال. ونوع السردين اللي عندي ما بيكونش فيه قشر، في انواع بيبقى فيها قشر لازم تتشال. انا سايبه فيه الراس بتاعته عشان تبقى متماسكه كده وما يتهرش معانا. بعد ما حطينا الخضار بتاعنا في الارضيه، وبعد ما رصينا صينيه السردين بشتغل على شكل ورده، بحيث ان الشكل يبقى عطينا منظر حلو كده في الصينيه. كل ما بترصيها رصه حلوه بتفرق قوي في شكلها في الاخر. التتبيله الحلوه اللي احنا عملناها وننزل بيها عليها. هننزل بالتتبيله اللي احنا عملناها بالشكل ده، اللي هي دقه الثوم مع الخل مع الكمون والكزبره والملح. ميكس كده هيودي طعم الصينيه في حته تانية. الثوم كده كويس قوي على كل سمكه ان هي تتشرب من كل التتبيله. ويا سلام بقى لو سبتيها شويه كده نص ساعه ولا ساعه، هتفرق في الطعم جدا. انا قطعت شويه طماطم كده حلقات بالشكل ده. سمك الطماطم ما تكونش رفيعه وما تكونش تخينه. هنزل عليها بشرايح من الليمون، حوالي 5 ليمونات مقطعاهم برضو شرايح. شكل صينيه السردين بعد ما رصينا الطماطم وحلقات الليمون. كميتهم طبعا زودوها قللوها حسب رغبتكم. افضل قبل ما نسوي الصينيه نسيبها في التتبيله حوالي نص ساعه، تاخد من طعم كل التتبيله. هنسويها ازاي؟ هنسخن الفرن قبلها مثلا ب10 دقايق، بتدخل رف وسط او وسطاني قريب شويه من النار. تمام. النار تحتها تكون متوسطه مايله للهاديه مش عاليه كتير. بتاخد حوالي نص ساعه او تلت ساعة على حسب. صينية السردين ممكن تطول معاكي لساعة الا تلت على حسب درجة حرارة الفرن. احلى واسرع صينية سردين بلدي في الفرن ممكن تعملوها، طريقتها سهلة وبسيطة وسريعة جدا. في ملحوظة مهمة كده للسمك، ممكن يحتاج لو ربع كوباية مية، ده لو في حالة ان هو بدأ ينشف شوية معاكي وعايزة تشيل المية، عشان في ناس بتقولك بيعمل زفارة. هي المية مش بتعمل زفارة، هي تديله صوص وقوام كده في الايه، في التتبيلة اللي احنا عملناها. عاوزة تشيليها تمام، عاوزة تخليها مش مشكلة.